الجميلة اللي انت شايفها دي اسمها ايمان مجدي عبد الخالق، عمرها 35 سنة ومن منطقة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، معروفة باخلاقها العالية وان هي خدومة جدا، متزوجة ولديها 3 اطفال وبتعمل كفرد امن في احدى المستشفيات، بتروح عملها دايما الساعة 7 صباحا وبترجع الساعة 3 عصرا. المهم ان يوم الجمعة اللي فاتت الموافق 10/2/2022 كانت رايحة عملها عادي وبشكل طبيعي، انتظرها شخص اسفل منزلها وتحديدا الدور الارضي بالمنزل وخنقها من رقبتها ودخلها الشقه. الشخص ده اسمه حسن كمال متولي واللي هو اخو زوجها، بيعمل حداد وكان مطلق قبل كده والمفروض يتجوز بعد شهر. المهم من يوم الجمعه اللي فاتت ليوم الاثنين كان بيبحث على امان مع اهلها على اساس ان هو مش عارف حاجه يعني، بس المباحث لما رجعت كاميرات الشارع رئيس المباحث واللي اسمه محمد خليفه لمحه وهو بياخد شوال او كيس قطن في عربية وبعدين مشي، وبالفعل تم القبض عليه واعترف ان هو خنقها، لفها في بطانية ودخلها في كيس القطن واخدها في العربية ورماها في الصرف الصحي في قرية اسمها ابو سنة، ورجع تاني اخد ذهبها وفلوسها وبعدين خرج من البيت وراح اكل مع اخوها لانهم كانوا قريبين من بعض وكأن مفيش اي حاجة. بس الساعة لما تخطت الساعة 10 مساء يوم الجمعة بدأ يقلقوا عليها ويبحثوا عنها، فذهبوا لمركز الشرطة وبلغوا، ولان المباحث كانت هتعرف توصل لمكانها من خلال الGPS الموجود في تليفونها، كان اخد تليفونها من شنطتها وقت وقوع الجريمة وراح وضعه في دولابها في شقتها عشان محدش يعرف يوصل لجثتها ويداري على الجريمة بقدر الامكان. بس الحمد لله تم القبض عليه واعترف بالجريمة كاملة، ووالدها واخوها هم اللي كلموني وحكوا لي القصة عشان يطالبوا بالقصاص العاجل من حرقة دمهم على بنتهم. مش طالب منكم غير انكم تشيروا وتشاركوا القصة في كل مكان عشان نقدر نساعد ايمان وناخد حقها. اعتبرها اختك او مراتك او والدتك، الله يرحمها.